لأن أمي الله يرحمها متوفية. الله يغفر لها. الله يغفر لها ويرحمها ويروح الجنة إن شاء الله. آمين. أمي الله يرحمها كانت عمر تقريبا 35 سنة، أصيبت بمرض السرطان. الله يجينا ويجاكم. الله يجعلها كفارة لها. اللهم ورفع آمين. درجاتها. اللهم آمين. فكنت أدرس بالجامعة وكانت هي اللي تلهمني بعد الله. ترى المعذرة اني احاول اني امسك، ما ابي اتاثر الصراحه. كانت هي تلهمني وعاشت حياتها. كنت معها، كانت طول العمر والسلامه. اول شيء كان سرطان بالثدي وكانت تراجع بالمستشفى، وكنت اني اطلع معها داعم كثير. المهم كانت اول شيء كنت اوديها تمشي على رجليها، تروح المستشفى وترجع، تروح المستشفى وترجع، وقعدت معها قعدت اتصال على المرض هذا ممكن تقريبا 7 سنوات. دخلت اول شيء المستشفى، اول شيء دخلت على رجليها وكنت اجلس معها بانتظار. كانت تاخذ الكيماوي، والكيماوي كل الناس تعرف انه تراه يحرق الاخضر واليابس. فكانت تدخل المستشفى رايحه جايه. اول شيء كانت تمشي على رجليها، بعدين على عربيه، بعدين دخلنا على سرير، وكانت تعاني كثير. واخر مراحلها كنت انا ادرس بالجامعه او كنت بالكليه. كان اذكر اليوم هذا يوم الثلاثاء. لا حد يجي رجع، لا حد يجي، خليكم مكانكم. كان الكلام هذا يوم الثلاثاء. قوي نفسك اتكلم. الله يرحمه ويجعل عنه ويجعل قبره روض من رياض الجنة. توفت يوم الثلاثاء. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره روض من الجنة. كمل كلام. خلي يكمل رجع. لسه بيكمل. استريح. توفت يوم الثلاثاء. استريح يا شباب رجاء بليز، لو سمحتوا خليه يتكلم. كانت الحادثة هذه الله يجزاك خير. كان يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر. اللحظة ذيك ما انساها. كم كان عمرك؟ كان تقريبا كنت بثاني مستوى الجامعة. ما حد أعطاني خبر. الأمر كان كذا من نفسي، جتني الصاعقة، جلست في مكاني، طلعت على طول على المستشفى. جاك الخبر باتصال؟ بدون اتصال. أنا حسيت كذا من إحساسي إني لازم أطلع الآن، أطلع من المستشفى. فطلعت من المستشفى وكنت بلبس الطب، لبس طبي. كان الكادر الطبي يحسبوني إني معهم داخل المستشفى. أول ما وصلت عند الوالدة الله يرحمها، قالوا لي إن يعني يتكلموا معي بلغتهم بالإنجليزي. قالوا لي إنها خلاص إنها حالة وفاة. شافوني تأثرت، دروني ابنها، طلعوني على جنب. المهم كنت شفت الحالة، جو أهلي وجو كلهم عندها. أنا طلعت على طول، يعني بني مجال طبي، عرفت إن الأمر انتقل إلى الله إن شاء الله. المهم طلعت برا. كنت ما أبي أسمع الخبر الصراحة. سديت إذني، ما أبي أسمع الخبر. وصل الخبر، الله يرحمه ويغفر لها. وكان هذا يوم الثلاثاء. أنت ابن الكبير؟ أنا الابن الكبير. كان هذا يوم الثلاثاء، وكان عندي وقتها كنت بالجامعة، كان عندي الثلاثاء الجاي بعد تبدأ اختبارات النهائية عندي. اشرب مويه. الله يسلمك. كان الثلاثاء الجاي كان عندي اختبارات نهائية بالجامعة. وكنت أنا الابن الكبير، وكانت أمي الله يرحمها أنجبت 4 أبناء. فكنت أول ما انتقلت الله يرحمها ويغفر لها، جوني أقاربي وأهلي وأبوي قالوا إنك أنت خلاص. حتى أبوي ضمني، ما أذكر اللحظة ذيك، قال لي أبوي انتقلت يا حاتم حب أمك لك أنت. انتقل حب أمك لك يا حاتم. يعني أبوك يحبك كحب أمك. كحب أمي. فقال لي أنت من بعد الله سندنا إن شاء الله، وثقتنا فيك كبيرة. فرجعت البيت، وكان أخواني الصغار ما يدرون، تقريبا واحد عمره 5 سنوات والثاني 6 سنوات. أعطيتهم الخبر،
تصبرت ما بكيت وقتها. وكان يوم الثلاثاء يوم الوفاة، رحنا مكة ورجعنا. كان الثلاثاء اللي بعدها كان اختبارات نهائية عندي. جوني ناس كثير قالوا حاتم احذف الترم احذف الترم احذف الترم. فدائما الناس بعد المواقف الصعبة تبين يا فوق يا تنزل تحت، تقلب الموقف لك أنت. فشديت حيلي، ولأن أمي الله يرحمها كانت تحب التخصص هذا، وتحس انك تبي ترضيها حتى لو انتقلت. نعم. وهو اصلا السبب الوحيد اللي خلاني اصلا ادخل بسبب هذا التخصص. وقالت لي يا حاتم اني اشوفك ان شاء الله قدام. خليك يا شباب، رجع خليك هو بيوصل رساله. رجع انا مسؤول عن الفقره، مسؤول عن الفقره. لو سمحت شباب، لو سمحت اجلسوا. دام قلت خليني اوصل رساله. خلاص بيوصل رساله، انا فاهم. رجع استريح، بيوصل رساله. الله يكتب. عطنا الرساله حتى ما تتاثر اكثر، لانه قالت لي حاتم بشوفك ان شاء الله دكتور علاج طبيعي. وهي كانت تلهمني وكانت مبسوطه جدا بتخصصي هذا. فشديت حيلي، دخلت اختباراتي والحمد لله ما حملت ولا ماده. كنت اذكر اني احل الاجوبه ورقه الاختبار والله ما اخفيكم كانت الدموع عليها. وشديت حيلي الحمد لله واخذت الشهاده. وكانت من بعد امي الله يرحمها كان ابوي معاي تحول الى اب وام. فابوي كان سندي من بعد الله، هو اللي يلهمني، هو اللي ساعدني، هو اللي وقفني، هو اللي خلاني من بعد الله اني اوقف هنا واوصل الرساله. يعني درجه ما اخفيكم كل يوم اطلع من القريه يتصل علي، يعني اب تحول الى اب وام. الله يحفظ لك ويخليك. يعني بعمري هذا الى الان يتصل علي ويسالني حاتم وش صار، كيف صار وكذا. فيحاول يغلق مكانه الام، فهو صار اب وام. ودائم يدعي لي ودائم يعني سندي من بعد الله ابوي. فهو صار احتوانا كلنا. فدائما نصيحتي بعد ختام الكلام هذا يعني شباب، انا والله ما حبيت اطلع، لأن الكلام مهما صار الواحد مهما تغيرت الدنيا معاه مهما كبر تبقى الأم لها مكانة كبيرة عند الشخص. فيا شباب اللي يسمعوني خلف الشاشات، والله ما تمنيتني أظهر بالمظهر هذا، بالعكس مظهر عز وشرف وفطري. الله يجزاك خير. أقول لكل شخص عندك أب وأم عايشين على قيد الحياة، مهما صار مهما فعلت لن تبلغ برهم أبدا. مهما فعلت وتحس نفسك بار وتقول أنا أتكلم وأنا سويت وأنا حطيت من راتبي وأنا سويت، ترى ما راح تفعل شيء. افعل لهم قدر الموجود عشان ما يجيك مثل هاليوم. راح يجينا وإياكم إن شاء الله ما توقف